هتلاقي فيديوهات كتير بتقولك على طرق تكسب فلوس من الشغل على النت، بس مفيش حد بيقولك تعمل ايه عشان تشتغل على النت. عشان كده هقولك على طرق تكسب الفلوس من الشغل على النت خطوه بخطوه. انا ايمن محمد، ودي سلسله ازاي تكسب فلوس من النت، وهتلاقي الفيديوهات الخاصه بالسلسله دي في بلاي ليست خاصه بيها، وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو. اول حاجه لازم تعرفها ان مفيش حد هيشغلك ويدفع لك فلوس من غير مقابل، ولازم تقدم قيمه مقابل الفلوس اللي هتقبضها، والقيمه الوحيده اللي بتقدمها لصاحب الشغل وانت من غير خبره هيكون وقتك، ووقتك ده اغلى حاجه عندك، اغلى حتى من الفلوس. ليه؟ عشان انت ممكن تعوض الفلوس لو خسرتها، اما وقتك لو خسرته مش هتعرف تعوضه. وسعر وقتك بالنسبه لصاحب الشغل فهو قليل جدا، عشان في ناس كتير بتقدم وبتكون من غير خبره، فهنا سعر وقتك بقى محدد بقانون العرض والطلب. وبما ان في ناس كتير ممكن تقوم بالشغل اللي انت هتعمله، فالفلوس اللي هتقبضها من الشغل ده هتبقى قليله. علشان كده خلي هدفك ان الشغل اللي انت بتعمله من غير خبره تبقى حاجه مؤقته لحد ما تتعلم مهاره وتتقنها، وهتلاقي الناس اللي بتقدم المهاره دي قليلين، فبالتالي الفلوس اللي هتقبضها مقابل شغلك هتبقى اعلى من انك تشتغل من غير خبره. طب ايه بقى الشغل اللي من غير خبره اللي انا هقول لك عليه؟ ببساطه شغلنا هي مودريتور. طب ايه بقى المودريتور؟ المودريتور ده الشخص اللي بيرد على الرسائل والكومنتات على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب. ببساطه المودريتور ده صوت واجهه الحسابات اللي بيديرها، سواء الحسابات دي بتاعه شركات او افراد. طيب معناه ايه الكلام ده؟ هقول لك مثال عشان اوضح الكلام ده. تخيل في صفحه المطعم على الفيسبوك، فالمودريتور دوره يرد على الكومنتات والرسائل بتاعه المطعم، ولو في شكاوي يبعتها للمسؤول عن الشكاوي، ولو في اقتراحات بيجمعها ويبعتها لمدير المطعم، ولو حد بيسال على عروض هيكون عارف العروض اللي موجوده في الفتره المحدده، ولو حد بيسال على سعر وجبه يبقى لازم يبقى عارف المنيو، وهكذا بقى. يعني المودريتور ده مش مجرد هيرد على الرسائل والكومنتات بس، لا هيكون عارف فكره عامه عن البيزنس الشغال معاه علشان يعرف يرد على العملاء. يعني لو انت هتقدم على شغلانه مودريتور لازم تشوف الكومنتات، الصفحه بترد ازاي على العملاء، هم بيبيعوا ايه لو الصفحه دي تبع بيزنس. طب انت ممكن تحس انك ترد على كل واحد هتبقى عمليه مرهقه، في الحقيقه هي تبقى عمليه مرهقه في الاول، وخصوصا لو الصفحه اللي ماسكها تبقى تبع بيزنس كبير وفيها عملاء كتير، بس في الحقيقه ان اسئله العملاء بتتكرر، فبالتالي الردود هتبقى متكرره. عشان كده انت هيبقى دورك انك تعمل تمبلت. طب التمبلت ده عباره عن ايه؟ ببساطه انت هتجمع الاسئله اللي بتتكرر والردود بتاعتها في صفحه وورد او جوجل دوكس، والتمبلت ده هيساعدك انك توفر وقت كبير. لو لقيت سؤال متكرر هتاخد الاجابه كوبي بيست، ومع الوقت هتلاقي الموضوع سهل بالنسبه لك، وممكن تمسك صفحه تانية لشركه تانية في نفس الوقت. وهنا دورك انك تفرق بين هويه الشركه الاولى والشركه التانية، بمعنى ان الصفحه الاولى لو تبع شركه عقارات فانت محتاج تتكلم بلغه رسميه، ولو الصفحه التانية بتاعت مطعم فمش شرط تكون اللغه رسميه. طب الشغل ده هيبقى لصفحات الفيسبوك بس؟ لا، ممكن يبقى لجروب على الفيسبوك او قناه يوتيوب او حساب انستجرام. ومثال للجروبات جروب عياده الشركات، كان دكتور ايهاب منزل ان الكومنتات كتير لدرجه ان الادمن مش ملاحق يراجع كل الكومنتات علشان يشوفها مطابقه لشروط الجروب ولا لا، فهنا هم محتاجين حد علشان يراجع الكومنتات. يعني لو حد عرض عليهم انه يراجع الكومنتات هيبقوا مرحبين جدا علشان عندهم مشكله وانت بتقدم لهم حلها. طبعا انا مش بقول لك ان هم هيوافقوا، انا بقول لك مثال يوضح الفكره العامه. طب ازاي تقدم على شغل مودريتور؟ هسيب لك في الديسكريبشن تحت الفيديو لينك لجروبين على الفيسبوك بينزل عليهم شغل، وهقول لك برضك على طريقه هتساعدك وهي كولد مسج. طب ايه هي الكولد مسج؟ دي رساله انت محضرها بصيغه واحده بتبعتها لكذا شخص، محتواها مثلا انا عاجبني الشغل اللي بتقدموه، كنت شايف ان في كومنتات كتير مش بيترد عليها وده ممكن ياثر على الشغل بتاعكم ويخسركم عملاء، فكنت حابب ان اكون من فريق العمل واكون الشخص اللي بيرد على الكومنتات، وممكن نزود العملاء والمبيعات. والرساله دي بتبعتها لكذا صفحه، بس طبعا بعد ما تكون راجعت هم شغالين في ايه. ولو تمكنت من شغل المودريتور يبقى هنا لازم تدور على شغل بالانجلش لو الانجليش بتاعك كويس، علشان المرتب هيبقى احسن من لو انت هتشتغل بالعربي، وهتعمل نفس الدور اللي بتعمله انك ترد على الرسائل والكومنتات. ممكن الاختلاف الوحيد في طريقه التقديم، والطريقه الافضل في التقديم هي كولد ايميل، ونفس فكره الكولد مسج بس دي بيبقى عن طريق الايميل. طب هتجيب الايميل الخاص بالشغل ده منين؟ اول حاجه هتبعت رساله للصفحه بتاعه البيزنس على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وهتقول لهم انك حابب تشتغل معاهم ومحتاج ميل التوظيف علشان تقدم على الشغل، في الغالب هيبعتوا لك الميل. طب ايه الاماكن التانية اللي ممكن ندور فيها على ميل الشركات؟ اليوتيوب، هتروح على قناه الشركه في اليوتيوب وفي الاباوت هتنزل تحت عند لينكس هتلاقي كل حسابات الشركه والميل بتاعهم، او ممكن تروح تشوف موقع الشركه نفسه. طب ايه الصيغه اللي بكتب بيها الكولد ايميل؟ ببساطه هتخلي شات جي بي تي يكتب لك الايميل، ولو انت مش عارف تشغل شات جي بي تي عشان مش معاك رقم موبايل اجنبي هسيب لك في الديسكريبشن تحت الفيديو فيديو يشرح لك ازاي تشغل شات جي بي تي من غير رقم موبايل ومجانا. طيب بعد ما شغلت شات جي بي تي هتكتب له ايه عشان يكتب لك الكولد ايميل؟ رايت مي ا كولد ايميل تمبلت فور ا ريستورانت از مودريتور، لو انت هتبعت لمطعم مثلا، وهتاخد الميل كوبي بيست وتبعته للمطعم دوت. الشغل كمودريتور بيبقى فول تايم او بارت تايم، وفي الغالب هتشتغل بارت تايم. لو هتمسك صفحه انجلش هيحتاجوا مثلا حد يرد على الرسائل والكومنتات بعد ساعات العمل، وفي الغالب بيحتاج
بيحتاجوا ساعتين فقط في اليوم، واقل حاجه بتاخدها في الساعه بتبقى $5. يعني لو ساعتين في اليوم لمده شهر هتقبض $300. وطبعا انت مش هتقف عند صفحه واحده بس، لا انت هتشوف كذا صفحه تشتغل فيها كمودريتور، $300 هتبقى بدايه. وطبعا لازم يبقى عندك حساب باي بال عشان تعرف تستلم فلوسك من بره. ولو مش عندك حساب باي بال هسيب لك فيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو يشرح لك ازاي تعمل حساب باي بال خطوه بخطوه. ولو وقف معاك اي حاجه اكتب لي كومنت وانا هرد عليك، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات لو حابين نكمل في النوعيه دي من الفيديوهات. ولو شايف الفيديو ده ممكن يساعدك اعمل لايك واشترك في القناه وشارك الفيديو مع اصحابك وخلي غيرك يستفيد.